في الاول عجبني ورق الذهبي ان هو بيشدك للوحة، بيخليك انك انت تتفرج عليها. عجبني اوي ورق الذهبي ان هو مضيء، يعني تحس ان بينطق اللوحة. في الاول أنا ما كنتش برسم، او في الاول ما كنتش بمضي اسمي على اللوحة، لان كنت خايف ان اسمي اكتب فيه حاجة غلط او اكتب ازود حاجة. يعني كنت بخاف بصراحة ان امضي اسمي في الاخر فاللوحة تبوظ. ولان كمان ما كنتش واثق من شغلي ان بيعجب الناس اوي كده. يعني كنت بشوف الناس، فرحة الناس لما بيشوفوا شغلي، لكن انا من جوايا ما كنتش ببقى مرضي ان اكتب اسمي دلوقتي على اللوحة. وعلشان كنت شايف ان مش هي دي اللوحة اللي امضي اسمي عليها، وان هي اللوحة دي تستحق ان اسمي يكون مكتوب عليها. ولان برضو اي لوحة بيكون ليها حقوق طبع ونشر، المفروض اكون عارف الصورة الاصلية مين اللي رسمها، واكتب تحت الرسام ده، اكتب اسمه واكتب تحت الرسام ده منقولة من الفنان الفلاني، عشان علشان ما اخدش تعب حد وانسيبه لنفسي. لكن بعد طول تفكير لما شفت ان اللوحة تستحق ان اكتب اسمي عليها، مضيت اسمي. لان قعدت اكتر من 15 سنة برسم عشان في الاخر اوصل لمرحلة ان اكون مرضي فيها عن اللوحة، واكتب اسمي تحت اي لوحة انا بعملها. في اخر اي فيديو هسيب لكم كام ثانية او كام دقيقة تتفرجوا على الفيديو عشان تستمتعوا بالصورة، عشان صوتي ما يشغلكوش عن انك انت تتفرج على حاجة ممكن تكون مبسوط بيها. في الاخر سيبولي رأيكم ليه المفروض اكتب اسمي تحت اي لوحة انا برسمها.